السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدأ مع بعض اقوى كورس تأسيسي في مادة الفيزياء بإذن الله. دي ان شاء الله هتبقى المحاضرة التمهيدية اللي هي رقم 0، لان ان شاء الله بالمحاضرة الاولى هتبقى اول محاضرة بقى في صميم المنهج، لكن دي بقى ايه ما قبل المنهج بتاعنا. طيب الكورس يا شباب انا مقسمه زي ما انت شايف كده الى 3 اقسام. الجزء الاول خاص بالرياضيات، الجزء الثاني خاص بالفيزياء، الجزء الثالث خاص برسم البيان. اول جزء ده يعتبر ده اهم جزء. ليه؟ كتير من الناس بلاقيهم مش عارفين يحلوا مسألة الفيزياء بسبب بعض المهارات الرياضية اللي هو كان واخدها في اعداد او حتى كمان في ابتدائي، بلاقيه مش عارف يعملها، زي طرفين في وسطين، حل مجهول في معادلة واحدة من الدرجة الاولى. الكلام ده انا جايبه لك ان شاء الله بالتفصيل في الجزء بتاعنا، خاصة الجزء الجبر ده. خلاص يبقى انت عندك اهوت الجزء الخاص بالرياضيات او الجزء اجزاء خاصة بالجبر، بعد كده الهندسة حساب مثلثات الميكانيكا، بعد كده الجزء الثاني الخاص بالفيزياء بقى عندنا حاجة اسمها كميات الفيزياء، بعد كده وحدات القياس وطبعا دي مهمة جدا برضو، بعد كده التحويلات، والمنهج كله مليان تحويلات، ازاي تحول من الملي الوحدة للوحدة ومن الميكرو والنانو إلى آخره، وأنواع السرعة الخطية والسرعة الزاوية، وقوانين سابقة انت خدتها في أولى وثانية ثانوي إن شاء الله هنحتاجها برضو في منهجنا السنة دي. والجزء الثالث بقى جزء الرسم البياني، وده من أخطر الأجزاء برضو اللي بلاقي الناس عندها مشكلة فيه ومش عارفين الفرق بين العلاقة الطردية والتزايدية، وبرضه في ناس مش عارفة الفرق ما بين العلاقة العكسية والتناقصية، وبلاقي ناس كتير جدا برضه مش عارفين يحسبوا ميل الخط المستقيم اللي انت اصلا واخده في ثالثه اعدادي. خلاص، فانا جايب لك اول حاجه شكل العلاقات، خلاص، رقم 2 رسم العلاقات، ازاي نعرف نرسم العلاقات دي بالتفصيل، وازاي نحسب برضه ميل الخط المستقيم باكتر من طريقه، طرق حساب ميل الخط المستقيم، واخر حاجه طبعا معانا وهي المساحه تحت المنحنى، لان عندنا في اجزاء يعني مسائل بتبقى عاليه شويه، مستويات عليا بيبقى حلها في الجزء دوت بتاع المساحه تحت المنحنى. انا حاولت يعني بفضل الله ان انا انظم لك الموضوع كده بحيث ان انا يعني ما اسيبش اي جزئيه واي مساله عندك في المنهج طول السنه الا وانا جايب لك التاسيس بتاعها هنا. خلاص يا شباب، يبقى خد بالك اهو، لو عندك اي مساله، ما بقولش درس، بقول مساله واحده بس لها تاسيس مرتبط بالجزء اللي انت درسته قبل ثالثه ثانوي، انا جايبه لك ان شاء الله في الكورس بتاعنا كده. عشان كده انا بقول هو اقوى كورس تاسيس ان شاء الله هتشوفه في ماده الفيزياء. خلاص يا شباب.